يا صباح النور والسرور، صباح الفل وصباح الرزق والطاقة الإيجابية على أحلى خط في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد، روتين جديد، يا رب يعجبكم. روتين كده كله طاقة إيجابية، ويلا كده تشجعي معايا وقومي كده اعملي كل اللي وراكي. حابة أشكر كل اخواتي وحبايب قلبي اللي معايا في القناة واللي دخلوا قناتي جديد. ربنا يخليكم ليا يا رب، وتشجيعكم ليا وكلامكم ليا هو اللي دايما كده بيخليني أكمل معاكم. نبتدي الفيديو بتاعنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. بصوا بقى الروتين ده كده جامد من الآخر. يلا كده بقى هاتي كوبايه النسكافيه او القهوه بتاعتك وابتدي معايا كده. لو ما ابتديتيش تنظيفات الشتاء، يلا كده ابتدي معايا تنظيفات الشتاء. انا عملت الشقه كلها، تشجعي معايا هاتي الفيديوهات كده واتفرجي عليها. بصوا بقى السجاده يا حبايب قلبي عامله ازاي. عايزه اقول لكم ان انا السجاده دي قطمت وسطي اقسم بالله. يعني انا كنت قايله في الفيديوهات ان انا هنزلها وكده، لكن ما حصلش نصيب ان انا انزلها عند الراجل لان طلب مني مبلغ وقدره ان هو ايه يعني هنزلها وهيجيب واحد يطلعه لي وتوك توك وحاجات كده. فالمهم قلت طب وعلى ايه، انا هفردها. واختي كانت عندي ربنا يا رب يخليها لي، وهي عملتها كده معايا. هي تعبتنا وتعبنا اليوم دوت جامد ويعني بصوا اتمرمطنا، بس عدت بقى من علينا والحمد لله كده نشفت ولمتها. طبعا الروتين دوت كان هينزل قبل الروتين اللي فات، بس حبيت ان انا انزل لكم الروتين اللي فات كده لان دوت كان لسه كده ولا منتجته ولا عملت له اي حاجه. فكنت قاعده عند ماما وكده، والنهارده بقى الروتين ده هينزل لكم. فعايزاكي تتشجعي معايا، وبالله عليكم اول ما الروتين ما ينزل عايزاكم كده هجوم عليه، لان الفيديوهات عندي قل خالص. وانا والله العظيم بعمل يعني بصوا بحس كده ان لما بعمل فيديو وما بيجيبليش مشاهدات وكده، بحس بجد ان مجهودي راح على الارض وراح على الفاضي. خلصت بقى كده السجادة وقلت بالمرة اخد بقى كده الصالون كله كامل مكمل اعمله عشان خاطر تبقى دي تنظيفة الشتاء. طبعا انا هلمع تاني وانا بفرش السجاد وكده، بس يعني ايه شوية كده. يعني هو الدنيا تعتبر ان هي لسه حر شوية عندنا، هي بتسقع بالليل بس برضو تعتبر حر مش الشتاء اللي هو احنا يعني عندنا في اسكندرية اللي فيه شتاء حصل مرتين وكده، بس يعني خلاص ما فيش شتا تاني. فاحنا ده اعتبرناه في اسكندريه عندنا بيقولوا غسيل البلح. المهم بقى بصوا كده جبت كل بقى اللي ورا بقى الكراسي، وخدت كمان. يعني انا بصوا كنت بقفل الكاميرا وفي حاجات كنت بعملها زي دلوقتي كده انا، يعني بوريلكم ان انا شديت اللي هي الركنة الصغيرة وعملت من وراها. بس بقى طبعا شلت السجاد اللي هو على الارض دوت. بنات اكتبوا لي في الكومنتات السجاد ده احتفظ بيه فين. انا ما عنديش مكان احتفظ بيه في السجاد، بيه في السجاد بقى، فبحطه تحت اللي هو ايه الصالون. احنا يعني مكان مش بندخل فيه، ودايما هو يعني الصالون يعني احنا قاعدين في الركنة، فحطيته كده تحت الكنب بتاع الصالون. فانتوا قولوا لي هل دوت يعني يعمل يعني يبوظ السجاد ولا ايه، لان سجادي والله العظيم يعني انا ما اتهنتش بيه، ما فرشتوش الا غير كام مره بس كده. فقولوا لي برضو هل ان هو يبوظ السجاد، وقولوا لي برضو طريقه ان انا اعمل بيها الفه في ملايه، اجيب اللي هو الكفرات بتاعه السجاد واللي هي اللي بيتحط فيها السجاد ديت، ولا انتوا شايفين اعمل فيه ايه. قولولي برضو. المهم بقى خدت كده كراسي السفرة تنظيفة، وبرضو السفرة التانية برضو جريتها، وخدت الكراسي من وراها التانية برضو نفضتها. انا وريتكم اجزاء انا بعمل فيها ايه عشان خاطر يعني اقول لكم ان انا عملت ايه، يعني فاهمين مقتطفات كده من يومي. لان انا لو كنت سبت الفيديو طول معايا كان يعني هيبقى 30 يعني او 35 دقيقة، فما كانش هينفع. فالمهم بقى رحت هنا بقى عاملة الكراسي بتاعت السفرة. والصراحة كنت كده بقى ده تاني يوم ما كنتش قادرة بقى اكمل السجادة كانت هتداني. وده تاني يوم الصبح بقى قمت شفطت كده من على الازاز بتاع الشباك بتاع الصالون يعني في ايه التراب وكده. وهنفضه وهمسح الازاز وكده. وشلت بقى الستاير، كان الروتين اللي فات شلت الستاير وغسلتها معاكم اتفرجوا عليه. حابه اشكر كل اخواتي اللي كتبوا لي كومنتات حلوه على الفيديو اللي فات. ربنا يا رب كده ما يحرمني من وجودكم معايا على القناه، ونكبر اكبر يا رب مع بعض. وشفطت بقى غيرت بقى البوز بتاع المكنسه. حطيت اللي هو عامل زي الفرشه دوت، ومشيت بقى بيها على الستاير، بس الصراحه ما صورتش.
وخلصت بقى الصالون كله، مسحت النيش ومسحت. انا ما بصوا يا بنات، انا لما جبت الصالون بتاعي والسفره، انا ما جبتش البوفيه لان الشقه القديمه بتاعتي كانت صغيره، فما جبتش البوفيه. فانا عايزه اقول لكم دلوقتي ان انا يعني انا حاليا محتاجه البوفيه. يعني انا البوفيه دلوقتي محتاجين. انتوا شايفين الكرتونه اللي انا كنت بروق تحت ال الكنبه الكبيره بتاعه الصالون، في كرتونه كده تحت. الكرتونه دي فيها حاجتي ازازي وبقيت طقم الاركوبال وكده. انا طبعا لو كان البوفيه موجود كنت هرص كل ده في البوفيه طبعا. وفي حاجه كمان تحت السرير وكده، فالبوفيه كان هيفيدني، وكان طبعا هشيل فيه حاجتي وكده. بس الحمد لله، ربنا يا رب كده يوسع علينا جميعا يا رب، وكل اللي نفسه في حاجه يجيبها. خلصت بقى كده. بصوا دوت انا لقيته نضيف، لان انا دايما ايدي عليه اللي هو النزالات اللي هي القطيفه دي. دايما اجيب اللي هي الفرشه او الشرشوبه اللي هي اللي عامله زي الشعر، واروح عاملاها كده عشان التراب اللي عليها ينزل، او ساعات بشفط بالمكنسه بالكهرباء. عايزه اقول لكم انا اليوم دوت برضو قبل ما انزل عند ماما، ليه كنت لازم اخلص الروتين ده، لان لو كنت جيت النهارده من عند ماما كده ما كنتش هكمله، وكان هينزل لكم متاخر. فقلت لا، على ايه قبل ما تنزلي عند مامتك خلصيه وخليه زي الفل عشان ترجعي برضو ما يبقاش وراكي اي حاجه. فانا بعمل كل ده عشانكم، وعشان برضو القناه، وعشان برضو تشجعوني ان انا اكمل معاكم. فاكبروا بخاطري بقى وهجوم كده على الفيديو، وحطوا لي اللايكات، واي حد بيدخل يتفرج على الفيديو ما تستخسريش فيا اللايك، لان مثلا لو الفيديو مثلا بيجيب لي 500 او 400 وكده، لو كل حد اتفرج معايا على الفيديو حط اللايك، الفيديو هيترفع. يعني حتى لو وصلنا الفيديو دوت مثلا ل 100 لايك او 100 وحاجه، يعني 150 لايك او 100 مثلا و30 لايك كده، فالفيديو اليوتيوب بيقترح على الفئات، يعني اللي هو على الناس وكده. فانا عايزاكم بالله عليكم تكبروا بخاطري وتحطوا لي لايك بس كده، وتتفرجوا على الفيديو وتكملوا الفيديو للاخر عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. انا مش بجبر حد والله العظيم بيتفرج عليا، بس انا بقول لكم في ناس كتير بتدخل الفيديو بتتفرج عليه يعني نصه وتطلع، فدوت بيوقع لي الفيديو بيخليه مش يوصل لناس كتير. بس فانا يعني حبيت اوضح برضو حاجه زي دي. طبعا انا مسحت بقى كل بقى التابلوهات وكل حاجه بقى، لان خلاص دي تنظيفه الشتا. عايزه برضو اخد رايكم في حاجه، لو حابين ان انا اجمع لكم الفيديوهات بتاعه تنظيفات الشتا من اول غرفه النوم والريسبشن وكل حاجه انا عملتها في الشقه، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هجمع لكم فيديو واحد. بس الفيديو ده هيكون طويل، يعني انا مش هقص منه حاجه ولا هجري منه حاجه، لان هو بيبقى يعني انا منتجاه وكل حاجه يا دوبك. بس انا هجمع لكم الفيديو عليه كمان فيديو المطبخين اللي انا هعمله. فالفيديو ممكن يعني يبقى مثلا 40 دقيقه او 50 دقيقه، يعني لو حابين ان انا اعمل لكم كده اللي يتفرج عليه، وقولوا لي برده في الكومنتات مني ان انا مثلا افيدكم وتعملوا معايا تنظيفه الشتا، يبقى فيديو واحد، ومنه برده ان انتوا ما تتوهوش من الفيديوهات. خلصت بقى كده، وعايزه اقول لكم ان في فيديو انا يعني حطيته ده، كان حته كده كنت بعمل السلم، بس الحمد لله السلم الله يرحمه وقع يونس، يعني هو وياسر كانوا بيلعبوا، فهو اصلا كان عايز مسامير وكده. فيعني ما انصحش بنات حد يجيب السلم اللي هو الديكور دوت، الا غير اللي هو يكون خشب خشب، مش خشب اللي هو اللي بي جي اف، لان برضو عمتي اشتكت منه وانا اشتكيت منه كده، فاهمين؟ بس فمسحت بقى كده الخشب، مسحت كل حاجه يجي عليها تراب. برضو بصوا انا كنت ماسكه التليفون بايدي لان انا ما كنتش عارفه انزل الرينج لايت لغايه تحت. خلصت بقى كل الريسبشن، وبعد ما خلصت معاكم بقى ولمعت الارض كده وخلصت كل حاجه، جيت بقى على السجاد اللي مفروش في الارض. قلت بقى اعمله بالمكنسه بالكهرباء، زيادت برضو تاكيد عليه ان هو يبقى نظيف. طبعا انا السجاده اللي هي في الركن حاليا اللي انا قاعده فرشاها في الركنه دي، هطلعها مكانها تاني في الصالون، عشان يبقى الطقم بحط واحده عند باب الشقه كده، وبحط واحده جوه في الصالون، والكبيره بحطها ما بين الصالون والسفره عشان يبقى طقم واحد. ف واللي هي الحمرا انا كنت لسه غسلاها انا واختي، هدخلها مكانها بقى الركنه، لان هي صوف اصلا، فاحنا قعدتنا كلها في الركنه عشان تبقى مدفيه الاوضه. بصوا بقى كده مسحت النيش وخلصت كله اللي هم بارك. وعملته برضو انا لما مسحته كده حسيت برضو ان انا لا، مش انا مش مبسوطه، انا عايزه برضو امسحك مسحه تاني. فمسكت بقى الفوطه كده، ورحت عايده عليه برضو، قلت اصوره معاكم كمان. برضو هاخد السفره تلميعه، وان شاء الله برضو انا بفرش على السفره مفرش شتوي
في الشتاء. وبصوا يعني هنظبط ان شاء الله الشقة كده مع بعض، بحيث ان الشقة تبقى يعني ايه فرشها كله فرش شتوي. تعالوا بقى النهارده كده نتكلم باختصار يا بنات كده في موضوع طبعا. وعايزه اخد رايكم في حاجه برضو، وقولوا لي رايكم في الكومنتات ايه في الموضوع اللي انا هكلمكم فيه، وهل هو صح ولا غلط. بس لو وصلتوا معايا لغايه هنا متنسوش تكتبوا لي في الكومنتات فله شمعه منوره. عارفين يا بنات في ناس كده كانوا في يوم من الايام بالنسبه لنا هما كل الدنيا، كنا بنتكلم معاهم كل يوم، بنضحك بنتصل بيهم. يعني مفيش يعني فرق ما بيننا وما بينهم مين سأل مين ما سألش. نحس ان مفيش سر في حياتنا مش عارفينه عن بعض. كنا بنقدرهم بجد، مش عشان مصلحة ولا عشان وقت فراغ، لا والله عشان كنا بنحب ان هما يبقوا موجودين في حياتنا بنفس يعني طريقة اهالينا. يعني زمان زي ما ربونا مثلا على صلة الرحم، نسأل ونتصل بالناس وكده. تكتشف بقى مع الوقت انك كنت بتحاربي لوحدك عشان يعني الشخص دوت او الشخصية دي ماشي من صحابك تفضل معاكي. بس تحسي ان هي دايما في الاوقات اللي هي زي ايه كلامنجية، او مثلا بلافة كده، بتبلفك بالكلام. انت حبيبتي، ده انت بصي ما اقدرش اقولك، ده انت عندي اغلى حد، ده انت ماشي، انا عارفه ان انت كنت ما بتخبيش عليا حاجه، وعارفه ان انت صاحبتي، وعارفه ان انت اختي وكل حاجه. بس يعني ما كانتش بتتعامل معايا بنفس اللي انا بعمله معاها، فاهمين؟ فالمهم يعني العلاقه دي عشان انا مثلا تفضل ان هي كويسه، لازم انا اللي اسال، لازم انا اللي اتصل، لازم ان انا اعمل كل حاجه عشان العلاقه دي تفضل دايما. فعشان خاطر انا ما بعملش كده دلوقتي، او مثلا الدنيا لهياني او كده، فلا خلاص كده. الغريب بقى ان احنا لما بنستغنى بتكتشفي ان الاستغناء دوت مش دايما يعني وجع، ده كمان بيبقى راحة والله العظيم. تتخيلوا بقى يعني بتبقي راحة لنفسك، فبطلي تسألي وبطلي تستني، وبطلي تستني مكالمتهم ولا وجودهم. طالما انت مش فارقة بالنسبة لهم، هما كمان ما يبقوش فارقين بالنسبة لك. والله العظيم وجودهم ما بقاش ليه تأثير عندي في حياتي. فدايما خلي الوجود بتاع الناس اللي هم القريبين منك ما تدلقيش قوي عليهم، او ان انتي تبقي تقيلة عليهم، لان هم لما بيحسوا كده بيحسوا ان لا هي تسأل، هي اللي تكلمنا دايما، هي اللي تبقى تسأل علينا دايما. ما بيحسوش ان هم مثلا بيعملوا كده لا طب وانا هاجي على كرامتي ليه؟ فخليكي كده دايما عندك الوحدة اهون من الف مرة انك يبقى ليكي صاحبة لو انت مالكيش اخوات. طبعا انا عندي ناس كتير ربنا يخليهم ليا، صحابي واخواتي واهلي وقرايبي وبصي خلي عندك كرامة قبل كل حاجة، خلي قلبك ده دايما للناس اللي تستاهلوا، مش اللي تاخده وتكسره في الاخر لما تسيبي يقولك انت اللي ما قدرتيش. هتعرفي انك كسبتي نفسك قبل اي حاجة. قولوا لي يا بنات، حصل معاكم كده قبل كده حد كنتوا بتحبوه قوي ولما بعدتوا اكتشفتوا ان وجوده ما كانش فارق بالنسبة لكم؟ عايزه اقرا كومنتاتكم تحت يمكن نحس اننا مش لوحدنا يعني. كده اقدر اقول لكم ان الفيديو بتاعي خلص، وان شاء الله باذن الله مش هتاخر عليكم في الفيديوهات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي اللايك والسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل حاجه انا بنزلها، وتحطوا لي كومنت بيشجعني، وتتفرجوا على الفيديو لاخره وتكبروا بخاطري، ربنا يكبر بخاطركم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. كده الريسبشن اللهم بارك بعد ما خلص. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم، مع الف سلامه.